انت عارف ان لو ربنا كرمك وعشت 90 سنة هتبقى نمت فيهم حوالي من 30 ل 32 سنة، يعني تلت حياتك. طب خد المعلومة اللطيفة دي، منهم 7 سنين بتحاول تنام. ده احنا هنا بنتكلم عن الانسان العادي اللي هو بينام 8 ساعات، يقعد منهم نص ساعة ولا ساعة يفرك على الموبايل وعلى السرير لغاية ما ينعس. ما جبناش سيرة الناس اللي بتنام 12 ساعة أو الناس اللي عندهم انسومنيا أو أرق. طب هو بعد كل الوقت والسنين اللي بتضيع في النوم دي، هل هو شيء مهم ولا هو تضييع وقت؟ زي ما قال توماس اديسون ان النوم هو اهدار اجرامي للوقت، وانه ورثناه من ايامنا ساعه الكهوف. او مارجريت تاتشر اللي قالت ان النوم هو للجبناء. ولا جوردن ديكن البورصجي في وول ستريت اللي قال ماني نيفر سليبس، ان المال لا ينام ابدا. نرجع لسؤالنا، هل النوم تضييع وقت؟ مش احنا اولى بال 30 ولا ال 32 سنه دول؟ ده لو عشنا يعني 90 سنه نعمل فيهم حاجات مفيده ونشتغل ونجيب فلوس ونعمل الحاجات اللي احنا ما كناش لاقيين ليها وقت. بص، هو انا بصراحه ضحكت عليك. الموضوع مش عن النوم قوي، بل هو عن واحد من الامراض اللي ممكن تجيلك او هتجيلك بسرعه لو ما نمتش كويس، وهو الزهايمر. الزهايمر هو نوع من انواع الدايمنشيا او الخرف. ذكرياتك فيه بتبتدي تقل لغايه ما بتروح خالص، وده بيبقى بسبب تراكم بروتينات معينه في الدماغ زي البيتا اميلويد والتاو بروتين. طب برضو انا مش فاهم ايه علاقه الحاجات دي بالنوم. الابحاث اثبتت ان الناس اللي بتنام اقل من 6 ساعات دماغهم بتبقى اكتر عرضه ان هي تراكم بيتا اميلويد فيها. لو جبنا انسان وحرمناه من النوم ليله واحده وجينا بعد كده حطيناه في جهاز الام ار اي او اشعه الرنين المغناطيسي، هنلاقي مستويات عاليه جدا متراكمه في دماغه من البيتا اميلويد، وهتبقى كتيره كمان في مجرى الدم والسائل النخاعي بتاعه السريبرال سباينال فلويد. طب انا برضو لسه مش فاهم ايه علاقه الكلام ده كله بالنوم. من كام سنة كده ظهرت عالمة اسمها مايكل نيدرجارد، اكتشفت أو عرفت نظام نقدر نسميه نظام تطهير للدماغ، الكلينسنج سيستم، اسمه جليمفاتيك سيستم، زيه زي نظام تطهير أو التنظيف اللي موجود في الجسم اللي هو الليمفاتيك سيستم. طب كمالة الاكتشافات دي ان هي لقت ان الجليمفاتيك سيستم مش بيبقى بنفس النشاط بتاعه خلال ال 24 ساعة في الجسم، لكن بدراستها على فئران التجارب اللي كانت عندها لقت ان الدماغ بمجرد ما بيدخل في مرحلة النون رابيد اي موفمنت سليب الجليمفاتيك سيستم بيشتغل باقصى سرعة ليه. والاكتشاف المشير بقى اللي اكتشفته تاني وهو اللي هيفهمك بقى ايه علاقة النوم بالكلام ده كله، ان من ضمن المخلفات اللي الجليمفاتيك سيستم بينظفها هي البيتا اميلويد. طبعا زي ما احنا عارفين او بنشوف كمان ابائنا او اجدادنا الكبار في السن، مع مرور الوقت وتقدم السن بيهم عدد ساعات نومهم بيقل، وكمان نوعيه نومهم مش بتبقى احسن حاجه، وطبعا ده من الحاجات اللي بتؤدي للزهايمر. ولكن في جانب ايجابي بقى هنا بخصوص الموضوع ده من ناحيه النوم، لانه على عكس باقي الاسباب اللي بتؤدي لوجود الزهايمر زي التغيرات اللي بتحصل في الدماغ كعضو اصلا في البنيه الاساسيه بتاعته، ودي بيبقى حاجه صعب علاجها، لكن النوم هو الثغره اللي ممكن نحل بيها معضله الزهايمر او الشيخوخه، عن طريق اننا نحسن من كميه ونوعيه النوم اللي احنا بننامه دلوقتي واحنا صغيرين. بمعنى اصح اكتر، ناخر منحنى الشيخوخه اللي احنا ماشيين فيه عن طريق اننا نحسن جوده وكواليتي النوم اللي احنا بننامه دلوقتي. وبكده نبقى استنتجنا ان النوم مش تضييع وقت. الساعات اللي بتنامها بالليل او بتنامها في الظهر لو انت ما خدتش كفايتك كويس في النوم بالليل هي السبب الرئيسي اللي بتخليك قادر تكمل يومك بشكل منتج وسليم، وقادر تتعلم فيه حاجات جديده وتشتغل وتخلص كل اللي وراك. فقبل ما تستخسر وقتك اللي انت بتنام فيه افتكر كل الكلام ده، وافتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.